نقدر أنا السلام عليكم. اليوم كنتواجدوا بمدينة دوسلدورف ألمانيا. معنا الأستاذ صالح الدين المانوسي اللي غيقول لنا إن شاء الله شنو وعلاش جينا لهذه المدينة. السلام عليكم أستاذ، شنو كان في هذه المدينة اللي جينا لها؟ كان لقاء ديال برلمان الهجرة المغربية، وهذا اللقاء هذا داخل في واحد البرنامج كانت استراتو اللجنة التأسيسية من أجل تفعيل تصورات، من أجل تعميق تصورات ديالها واحد المجموعة ديال القضايا. اللقاء ديال اليوم دونك كان أساسا مركز حول قضية تحديات ديال الهوية ورهانات ديال الهوية. بالطبع حاضر باستمرار المطلب الديمقراطي اللي هو ديال إشراك مغاربة العالم في التدبير ديال الشأن العام. اللي ايجابي في هذا اللقاء هو كان تميز بحضور متنوع، مختلف الاجيال بالطبع، وكذلك مختلف البلدان. كان اخوات واخوه اللي جاوا من بلجيكا، من المانيا، البلد المضيف، من فرنسا. فالجلسات تناولت مجموعه ديال المواضيع، ومواضيع كذلك متشعبه، من ضمنها مثلا مساله ديال التعليم ديال اللغه العربيه، مساله ديال الشأن الديني، مساله ديال التكوين المهني، مساله ديال تعبئه الطاقات. الخلاصات الاساسيه اللي وصلنا لها هو انه هذا الحوار، هذا النقاش في حد ذاته كيخص التعميق ديالو، وغيتاح لنا فرصه لان اللقاء ديال دوزدورف كان مناسبه كذلك اللقاء ديال الاجتماع ديال الداخلي ديال اللجنه التاسيسيه، والاتفاق على البرنامج المرحلي المقبل اللي كيتضمن جوج ديال الحوايج اساسيه. النقطه الاولى هي اطلاق واحد القناه اعلاميه خاصه بالبرلمان اللي غيتيح لنا جوج الفرصه ديال النقاش ديال المساله ديال مدونه الاسره، وكذلك مسألة ديال الإسلام في الهجرة. المسألة الثانية اللي تم الاتفاق عليها هو عقد لقاء مقبل إن شاء الله في الصيف في المغرب، اللي غيكون مناسبة لمناقشة تصوراتنا على مستوى التمثيلية، ماشي غير التمثيلية السياسية بل كذلك التمثيلية المؤسساتية، وفق الورش اللي مفتوح الآن من بعد الخطاب ديال الملك ديال 20 غش. كتعرفوا بأنه من بعد الخطاب ديال 20 غش اللي أكد فيه جلالة الملك على أن ضرورة إعادة النظر للمنظومة المؤسساتية بأكملها، ورد الاعتبار كذلك المغاربة العالم كفاعل مواطناتي في التدبير ديال الشأن العام. جرات واحد المجموعه ديال اللقاءات مع الاسف اللي تم تغييب ديالنا، وحنا كنعتبروا اننا راينا راي اساسي، لان ما يمكنش يدار اي حاجه بدون حضور راي ديال المعنيين بالامر. اللي كنذكروا على المؤسسه، على المنظومه المؤسساتيه، ما كنحصروهاش في الجزء ديال الجاليه. بالعكس كاين واحد المجموعه ديال المؤسسات اللي كتدخل في القضايا ديال المتعلقه بالهجره، من ضمنهم مؤسسه الحسن الثاني، من ضمن كذلك بنك العمل، مؤسسه محمد السادس للتضامن. فكل شيء، هذا الشيء هذا غيكون هو المحور الاساسي ديال لقائنا اللي غيكون في الصيف ان شاء الله في المغرب، اللي غنحاولوا نبلوروا فيه اقتراحات بديله اللي غيتمكن انها تبرز المامنا وادراكنا لكل الرهانات اللي محطوطه على مغاربه العالم كفاعلين مواطنين في تسيير الشأن العام. شكرا لنا للمتبعين حوار تيفي. وبعد كيخص نشيدوا بقناه حوار تيفي العمل ديالها المستمر. هي قناه اللي حاضره على مستوى الساحه الاعلاميه، وقناه اللي كتناول المواضيع الجاده واللي عندها علاقه بالمستقبل ديال الجاليه المغربيه، بل ماشي غير الجاليه المغربيه بل كل الجاليات المقيمه في اوروبا. لان عرفتوا احنا كجاليه عندنا واحد العمق افريقي، والخصوصيه ديال هذه القضيه انها كذلك اعطت اهميه لهذه القضيه هذه، بالطبع بارتباطها بقضيتنا الاولى اللي هي القضيه الوطنيه. شكرا.